السلام عليكم أبطال الصف السادس، أهلا وسهلا بكم يا شباب. هنحل مع بعض صفحة 205 ل 208 تدريبات درس من الخيال للواقع، سلاح التلميذ، لغة عربية الصف السادس. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات يا شباب. السؤال الأول: الوقود اللي بيحرك عجلة الإبداع هو قوة الخيال. يتحول الخيال إلى واقع من خلال العلم. تمكن الأخوان رايت من اختراع الطائرة. يصف النص الخيال بأنه محرك للإبداع. الاختراعات التي نراها اليوم كانت في البداية أفكار خيالية. صح وخطأ. الأفكار الخيالية لا تساعد في التقدم العلمي. خطأ. الأفكار التي تغير العالم تبدأ دائما بمراحل معقدة من العلم والتكنولوجيا. خطأ. المخترعات التي نراها اليوم بدأت كأفكار خيالية في الماضي. صح. في بداية تجربة الأخوان رايت كانت فكرة الطيران ممكنة وسهلة التنفيذ. خطأ. بتعتمد الاختراعات الجديدة على العلم فقط لتتحقق. هتقول له خطأ. اختر العوامل اللي بتساعد على تحويل الخيال إلى اختراعات بتغير العالم. هتقول له التجارب العلمية المستمرة. هتقول له تحليل المعلومات وتقييمها. هتقول له الإصرار والمثابرة رغم الصعوبات. دي صفحة 205 حبايبي. يلا بينا على صفحة 206. 206 بيقول لك: وصل كل فكرة كانت خيالية في وقتها بالاختراع الذي جعلها حقيقة. الطيران في الجو دون أجنحة، دي الطائرة. التحدث مباشرة مع شخص في مكان بعيد، الهاتف. استكشاف أعماق المحيطات، غواصة. الإضاءة دون الحاجة للنار، المصباح الكهربي. هنا بيقول لك رتب الخطوات تحويل الفكرة إلى اختراع ثم أكمل كتابتها. أول حاجة هو مديها لك، قال لك فكرة بسيطة في عقل المخترع أهي، دي أول حاجة. طب تاني حاجة أنا هرتبهم بقى، أقوله تحديد الهدف بدقة ووضوح، وضع خطة لتحقيق الهدف، العمل الجاد لتنفيذ الخطة، تقييم مدى تحقيق الهدف في النهاية. خلاص يا شباب، يلا بينا على نشاط واو. أكمل الشكل. بيقولك هنا خطط لاختراعك المستقبلي. هقوله اسم الجهاز، جهاز تنقية الهواء الذكي. وصفه هتقوله جهاز بيقوم باستخدام الإنترنت للكشف عن ملوثات الهواء وتنقيتها. الهدف منه توفير هواء نظيف. كيفية تحقيقه هتقوله عن طريق البحث والتطوير وتصميم الجهاز وبرمجة الجهاز. دي صفحة 206. تعال نشوف مع بعض صفحة 207. صح وخطأ. بدأت الاختراعات الكبرى بأفكار تبدو بسيطة مستحيلة وتطورت حتى صارت حقيقة. صح. تستطيع الأفكار الصغيرة أن تغير العالم كله. صح. المصباح الكهربي والطائرة والحاسوب كانت في البداية مجرد خيالات، يحتاج الخيال لعلم وعمل ليصبح واقع ملموس. كيف استطاع العلماء تحويل أفكارهم إلى اختراعات؟ هتقول من خلال الإيمان وعدم السخرية منها، ثم العمل الجاد والتجريب العلمي من أجل تحقيقه. يلا بينا يا شباب على نشاط رقم ب. استمع ثم أجب. اختر. نجحت أول رحلة جوية للأخوان رايت في عام 1903. استمرت أول رحلة جوية للطائرة 12 ثانية. صح وخطأ. استخدم الأخوان رايت أساليب علمية بسيطة في صنع نموذج قابل للطيران. صح. تعتبر أول رحلة جوية للأخوان رايت خطوة تاريخية في مجال النقل الجوي. صح. ما الدور الذي قام به العلماء بعد أن نجح اختراع الأخوان رايت؟ هتقوله واصل العلماء بعد ذلك على تطوير الطائرات حتى أصبحت وسيلة رئيسية للسفر والتواصل بين الشعوب. واصل العلماء بعد ذلك على تطوير الطائرات حتى أصبحت وسيلة رئيسية للسفر والتواصل بين الشعوب. صح وخطأ. عباس بن فرناس كان محب للعلم والتجربة. صح. يعتبر عباس ابن فرناس أول من حاول الطيران في التاريخ. صح. عباس ابن فرناس هو عالم أندلسي درس الفلك والهندسة. ما أهمية تجربة عباس ابن فرناس في تاريخ الطيران؟ هتقوله اعتبرت بداية لفكرة الطيران عند الإنسان. اعتبرت بداية لفكرة الطيران عند الإنسان.
دي صفحة 207. صفحة 208 اختر الإجابة. كان العالم جراهام بيل اسكتلندي الجنسية. وصف النص فكرة جراهام بيل في بدايتها بأنها كانت غريبة. صح وخطأ. بدأ اختراع الهاتف بنقل الصوت عبر الهواء بدون الحاجة إلى الأسلاك. خطأ. تطور الهاتف ليصبح جزءا أساسيا في حياتنا اليومية بفضل العلم والإصرار. صح. بما حلم العالم جراهام بيل وكيف استطاع تنفيذ حلمه؟ هتقوله حلم بأن يتمكن الناس من التحدث مع بعضهم وهم في أماكن بعيدة. استطاع تنفيذ حلمه من خلال العمل والتجربة. أكمل الشكل الآتي. من سمات العقول المبدعة القدرة على التخيل، الحرص على التعلم واكتشاف الحقائق، المثابرة في إجراء التجارب العلمية. اختر التصرف الصحيح. أول واحدة تحب الأفكار الابتكار، تقوله أتعلم وأقرأ عن تجارب العلماء السابقين. خطرت ببالك فكرة تبدو خيالية وغير ممكنة حاليا، هتقوله أفكر في طرق تطويرها وتحقيقها عمليا. واجهتك صعوبات في أثناء تنفيذ اختراعك، أصبر وأفكر وأبحث عن حلول. عند زميلك فكرة جديدة لمشروع علمي لكنها تبدو غير تقليدية وطلب رأيك، أنصحه ألا يدع غرابة الفكرة تثبط من عزيمته. كده يا بطل وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة حبايبي علشان يوصل لكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. بالتوفيق والنجاح يا رب. مع السلامة.